وفي آخر يوم في فترة التدريب استدعوه في مكتب المديرين الكبار. دخل الأوضة وهو بيترعش، كل سيناريوهات الفشل عمالة بتدور في دماغه. هو كل ده كان على الفاضي؟ كل التعب ده هيروح هدر؟ والمدير يبص له بملامح جامدة ويقول له ما كانتش سهلة صح؟ وبعدين يبتسم ابتسامة غيرت حياة كريس كلها ويقول له مبروك، من بكرة تيجي بقميص جديد لأنك اتعينت معانا. في اللحظة دي كريس ما قدرش يمسك دموعه، مش مجرد دموع فرحة بوظيفة جديدة، دموع راجل حارب الدنيا كلها وانتصر، دموع راجل شاف الموت بعينيه ورجع للحياة تاني. بيخرج من المكتب ويمشي في وسط زمايله اللي بيحتفلوا بيه وهو مش شايف حد فيهم. كل اللي كان شايفه هو نهاية الكابوس، نهاية الجحيم اللي كان عايش فيه، وكل اللي حاسس بيه طعم الحرية اللي عمره ما داقه قبل كده. نزل الشارع وراح حضانة ابنه وحضنه بقوة وهو بيعيط. وفي اللحظة دي ما كانش بيعيط لوحده، كلنا بكينا معاه. كل واحد فينا كان حاسس بالانتصار ده، بالفرج اللي جه بعد دقيق. كريس ما كانش محتاج يعمل مجهود مختلف في النهاية، لكن تراكم خبرته في الرحلة هو اللي خلاه جاهز. وببساطة جه وقت التوفيق، الوقت اللي ربنا قرر فيه يكافئ السعي ده كله، لما صاحبه بقى مستعد يستقبل المكافأة.